اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اول شعبان. ربنا يجعلها يا رب ايام مباركه كده علينا جميعا يا رب. النهارده بقى جايه لكم بصينيه مكرونه نجرسكو، بس جميله قوي ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه هعملها، هبدا اعمل الاول اسلق المكرونه واركنها على جنب. وبعد كده هبدا معاكم بالبشاميل على طول. هجيب طبعا الحله احط فيها الماده الدهنيه، شويه زيت وشويه سمنه، وانزل ب5 معالق من الدقيق. واقلبهم في السمنه كويس قوي لغايه ما يدوني اللون اللي هو ده كده، اللي هو الذهبي شويه. وانزل بعد كده باللبن. ايد بتنزل باللبن وايد بتقلب عشان البشاميل ما يكلكعش معانا. وهبدا اقلبه كويس جدا. هنزل بعد كده بنص معلقه كركم والملح بتاعي وشويه فلفل صغيرين. وهقلبه كويس جدا لغايه ما يديني القوام المطلوب. وهنا ال5 معالق دي خدوا معايا لتر لبن، ولو احتجتي زودي شويه شوربه او شويه ميه صغيرين لغايه ما يديني القوام ده كده خفيف شويه كده مش تقيل. بعد كده هجهز الخضار اللي انا هحطه على الفراخ. عشان اجهز الفراخ عندي فلفل الوان وفلفل اخضر وزيتون مخلي. وعندي بصل متقطع جوانح وملح وفلفل وشويه قرفه صغيرين. هحضر بقى الطاسه واحط فيها معلقه سمنه كده واسخنها فيها. واكون مقطعه الفراخ شرايح رفيعه كده زي ما انت شايفه كده. هنزل بيها على السمنه اديها صدمه واقلبها كويس قوي لغايه ما تديني اللون اللي هو اللون الابيض ده. وتنزل ميتها خالص. بعد كده اسيبها تتشرب الميه شويه، وهنزل بالتوابل بتاعتي بقى اللي هي الفلفل والملح والقرفه وشويه جنزبيل صغيرين. واقلبهم فيها كويس قوي لغايه ما تشرب الميه بتاعتها. بعد كده هنزل بالبصل الجوانح عليها بالشكل ده. واسيب البصل يدبل فيها شويه، وبعد كده انزل بقى بكل الخضار اللي عندي. فلفل الالوان، الزيتون، الفلفل الاخضر. واقلبها فيهم كويس قوي. وطبعا هنا الفراخ حسب الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تحطي فراخ قليله فراخ كتيره في المكرونه براحتك. إيه خلاص كده جهز كل حاجة معايا، البشاميل والمكرونة المسلوقة والفراخ جهزتها. أبدأ بقى أجيب البشاميل أحط جزء كبير على المكرونة. وأقلبها فيها عشان النجرسكو بتبقى عايزة البشاميل جوسي فيها شوية. وأنزل بالفراخ بتاعتي عليها بالخضار. وأقلبه كل المكونات في بعضها. هجيب بقى الصينية بتاعتي أحط شوية بشاميل فيها. وبعد كده أنزل بالفراخ، طبعا هي فيها بالمكرونة فيها الفراخ بتاعتها وكل حاجة. وأنزل بقى بطبقة بشاميل تانية فوق الوش تاني. وهنا بقى البشاميل انا زي ما انت شايفه لونه مصفر شويه، هنا انا ما حطيتلوش بيض. انا حاطه له كركم بس ما بستعملش بيض في المكرونه خالص. كده الصينيه بتاعتي جهزت معايا، هحط لها بقى رشه جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، اي حاجه عندك مش موجود برضو مفيش مشكله. وهدخلها اكون مسخنه الفرن على فرن عالي الحراره. وهتقعد في الفرن حوالي تلت ساعه بالظبط. تاخد الوش تسخن شويه من تحت، وبعد كده احطها في الشوايه تاخد الوش الاحمر الجميل من فوق. بالشكل ده كده. كده الصينيه خلصت معايا. طبعا طالعه جوسي وجميله قوي، وهنغرفها بقى في طبق التقديم بتاعنا. بالشكل ده كده. شوفي بقى، هي طبعا النجرسكو مش محتاجين نعملها قطع متماسكه. لان هي بتبقى بتغرفيها عادي كقطع سايبه كده من بعضها عشان تبقى جوسي وجميله بالشكل ده. وكده جاهز بقى طبقنا النهارده، وتاكلوها بقى يا حبايبي بالهنا والشفا. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد مع اكل هنيه.